السلام عليكم. الصديق الصدوق والصديق الطيب حاول تحافظ عليه وتقطع أي حبل للشيطان. من القصص الجميلة والقصيرة إن اثنين طلعوا مع بعض وسكنوا في فندق، واحد منهم كان معه فلوس في جيبه، وكان الفندق مسكر ما في حد دخل عليهم. فلما قعد واحد الصباح فتش جيبه ما لقى فلوس، فسأل فلان، قال فلان كان معي فلوس أنا فقدتها ما شفتهن؟ قال لا، أنا قعدت بدري قبلك واحتجت فلوس وصرفتها، وفلوس هذه عندي أنا بعطيك إياها إن شاء الله. فطلعوا وراحوا تمشوا وجم، وهم راجعين اللي نظف الغرفة أول ما جم قال لا أنا نظفت الغرفة ولقيت الفلوس هذه طايحة بزاوية الفراش. فصاحب فلوس استغرب، قال يا فلان أنت تقول لي فلوس معك وأنت صرفتهن؟ قال أنا بقول لك على شيء، الغرفة فيها أنا وأنت لحالنا وما حد دخل علينا، وأنت فقدت فلوس، ليش أخلي مجال للشيطان يدخل بيني وبينك؟ فقلت لك فلوس معي وأنا أعطيك إياها عشان نقطع أي طريق للشيطان. فهذا واحد من الأمثلة كيف ما تخلي الشيطان يدخل بينك وبين صديقك اللي تثق فيه أصلا. فإذا كنت تثق فيه خلي الثقة دي فوق كل شيء. كل واحد منا عنده صديق يعتبر الأقرب له.